انت يا نور، الشيء اللي حصل ده رايك فيه شنو؟ ما عندي أي رأي. أنا هنا في البيت ده لا بسمع ولا برا ولا بتكلم، الساكتين عنه كتير. تعرف يا نور، انت ما شاء الله لك 5 سنين، لكن انا من ما جيت عرفت عن البيت ده حاجات تشهي بالراس. يعني منها دي، يعني انا ما عارف عرسوها لمجدي كيف. ليه يعني؟ ما داير لا ليه. منها دي زوله مسكينه وطيبانه وعدنياتها كده يعني. لكن مجدي ده يعني انا قعدت في البيت ده، مجدي ده ما كويس، مجدي ده كعب. بعدين انا مره مشيت اجيب الخضار من العربيه، لقيت فيها مخدرات تقيله. مخدات؟ يا اخي انت غبي في راسك ده. اقول لك مخدرات 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 الواحده دي. بعدين كان ما خاف الكذب، مجد شكله تاجر مخدرات، ودي الحاجه اللي ما عارفاها منها. ده حسن يعني مش بيدوك راتبك ومرتاح؟ مالكم ولا الحاجات اللي بتحصل دي يا أخي؟ اشتغل شغلك بس يا أخي، بس ذاته ما يدي عينه. مجدي حاف كده والله كبرت معاك يا نور. ما يدي حاف كده هاي، يعني بخاف منه ولا شنو؟ اقسم بالله انت من شدة ما بتخاف منه تقرب تقول له بابا مجدي. أكل العيش مرة حسنين. المهم هسي ما يجي مشى الشركة ومعاه أخوه المفتري ده. انت هنا الجدع اخوه وتبنينه ولا شنو؟ الزول ده شكله خير. هاي عرفتك حتزني لأنه لونهم ما بعض. أمه مرة تانية. يعني ما نفس الام. نعم. عشان كده اللون مختلف. انا قلت احتمال متبنينه ولا جايبينه من وين، لكن إنك ما زي. إنك أسئلة يا أخي. الله النور، جايب خبرية شيء في البيت ده. ما قيشة تعرف الأخبار وتجيب علي. فتح. تعال. عندي لك كوباية شاي هدية.